تمويل البوليساريو من طرف الجزائر. لماذا تقوم الجزائر بتسليح وتمويل البوليساريو؟ لماذا تتكفل بدبلوماسيتها في البلدان التي لا تزال تعترف بالبوليساريو؟ لماذا تحاول عرقلة مقترح الحكم الذاتي المغربي؟ الجواب واضح: الجزائر باعتبارها دولة لها منفذ فقط على البحر الأبيض المتوسط، تبنت بشكل مباشر من خلال جبهة البوليساريو وجمهوريتها المخطط الاستعماري الذي حاول في السابق منح الجزائر الفرنسية إمكانية الوصول إلى المحيط الأطلسي عن طريق فصل المغرب عن أقاليمه الصحراوية. ولهذا السبب منذ عام 1975 من خلال الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي والمالي لجبهة البوليساريو منعت الجزائر جميع المحاولات لحل مسألة الصحراء التي لا تسير في اتجاه استقلال الإقليم. ولهذا السبب تحاول الجزائر منذ 1975 الإيهام بوجود قضية صحراوية يتبناها شعب مختلف عن الشعب المغربي ويطالب باستقلاله. ولهذا السبب استبعدت الجزائر منذ عام 1975 أي فكرة للتسوية، رافضة دون مناقشة المقترح المغربي بشأن الحكم الذاتي الموسع في الصحراء المغربية، موقف متشدد يضعها في مأزق دبلوماسي. ولهذا السبب ومنذ عام 1975 وفي تحد للواقع الذي اعترفت به الأمم المتحدة بشكل واضح، واصلت الجزائر التأكيد على ما يلي: 1. أن الأمر يتعلق بمشكلة تصفية الاستعمار، في حين أن السيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة أكد يوم 23 يونيو 2023 خلال ندوة بمعهد العلوم السياسية بباريس أنه تم إنهاء استعمار الصحراء عام 1975 على إثر الاتفاق الثلاثي بين إسبانيا والمغرب وموريتانيا، وبالتالي فإن هذه القضية لم تعد مسألة تصفية استعمار. 2. أنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، لأن الأمر يتعلق بمشكلة ليس بينها وبين المغرب بل بين البوليساريو والمغرب، غير أنه والحال هذه وفقا للسيد غوتيريس فإن مسؤولية عرقلة حل هذا النزاع لا تقع على المغرب الذي اقترح حلا يلبي مصالح جميع الأطراف ويدعمه مجلس الأمن من خلال جميع قراراته الأخيرة. 3. أن الحل الوحيد هو احترام خطة السلام الأممية التي تتضمن إجراء استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو الاستفتاء الذي تعتبره الأمم المتحدة حلا قد تجاوزه الزمن. ومن المفارقة أيضا أن نلاحظ أن الجزائر تتحدث عن حق تقرير مصير سكان الصحراء المغربية دون الإشارة مطلقا إلى استشارة سكان تندوف وقرارة وتوات، وهي مناطق مغربية تاريخيا وبترت من المغرب من قبل الاستعمار. ولماذا لا تتحدث أيضا عن تقرير مصير الطوارق والقبائل؟ وفي المحصلة فإن موقف الجزائر يرتكز على التأكيد على أن دعمها لجبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية يتم باسم حق الشعوب في تقرير مصيرها. خطاب مبدئي يخفي في الحقيقة أهدافا ذات طبيعة ترابية ومتعلقة بالسعي إلى الهيمنة الإقليمية. ومن خلال دعمها لجبهة البوليساريو تحاول الجزائر في الواقع فتح منفذ لها على المحيط الأطلسي والحؤول دون أن يصبح المغرب قوة محيطية وصحراوية. لا يمكن إخفاء أن الجزائر تعيش أوضاعا سيئة اقتصاديا واجتماعيا، وتبين ذلك من خلال عدم توفر الشعب الجزائري على المواد الأساسية للعيش كالخبز والزيت وانقطاع الماء لشهور، بالإضافة إلى هشاشة البنيات التحتية. ولتدبير هذه الأزمة تحاول الجزائر خلق فوضى على مستوى السياسة الخارجية وافتعال بروباغندا سياسية لستر ما تعانيه على مستوى سياستها الداخلية. فمن منظور الطرف الجزائري حالة الفوضى ستمكنهم أولا من إخماد السخط الشعبي، ومن جهة أخرى فرض تحالفات جديدة على المنطقة المغاربية تمنح للجزائر سيادة وهمية في المنطقة، خصوصا بعد فشل مشروع البوليساريو أو الجزائر المقنعة الذي أنشأته مع الرئيس الليبي معمر القذافي، وهو من أكبر المشاريع التي قامت بها الجزائر، حيث استثمرت أكبر نسبة من ثرواتها لتسليح هذه الجماعة ودعمها سياسيا، وأيضا عبر تمويل مجموعات ضغط دولية. وفي الأخير وقفت السلطة الجزائرية في تندوف لتبكي على الأطلال. أضف إلى ذلك آخر الصدمات الجزائرية من المكاسب الدبلوماسية المغربية: الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، وهو قرار بأثر قانوني صادر عن رؤية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. لكل هذه الأسباب وغيرها قررت الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب، ودلالة هذا القرار في الممارسة الدبلوماسية
تؤشر على إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين الدولتين، حيث قامت الجزائر من قبل بالعديد من التحركات التصعيدية والاستفزازية، بدءا من تهجير سكان مغاربة من منطقة العرجة وتجريدهم من أراضيهم الزراعية، إلى إعلان ترسيم الحدود مع الجمهورية الوهمية للبوليساريو. والهدف وراء كل هذا العداء هو إحداث حرب في المنطقة، وجعلها وجهة للتدخلات الدولية لتهديد الاستقرار الأمني المغربي، وبالتالي تعطيل مشاريعه الاستثمارية وإحداث اضطراب على المستوى المعيشي للشعب المغربي. فأي دولة تخوض حربا إلا ويتضرر اقتصادها، حتى وإن تفوقت عسكريا أو انتهت الحرب في آخر المطاف بالذهاب إلى طاولة المفاوضات وفقا لشروط وتعليمات دولية تقلص من السيادة الوطنية لكلا الطرفين. والهدف ليس كسب المعركة، وإنما تحقيق تراجع اقتصادي للمغرب يوازي نظيره بالجزائر. وهذا ما أشار إليه المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية حين أبدى تخوفه من هيمنة المغرب على الجزائر وتونس في مجال التنمية، حيث إن جميع المؤسسات الجزائرية باتت مشلولة وغير قادرة على مواكبة سرعة وتيرة تقدم المشروع التنموي المغربي. وهنا نستحضر خطاب الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب، عندما أشار إلى أن المغرب تغير فعلا لكن ليس كما يريدون. فبفضل التحالفات الاستراتيجية التي كونها المغرب استطاع تعزيز مكانته في المنطقة المغاربية والقارة الإفريقية بشكل عام. ومن جهة أخرى يمكن وضع فرضية ثانية لنفسر من خلالها حماسة الجزائر لإشعال فتيل الحرب مع المغرب، وهي تآمر جهات خارجية مع الجزائر من أجل تحقيق هذا المبتغى، مثل روسيا وألمانيا وإيران، كي يجدوا لأنفسهم موطئ قدم في إفريقيا من خلال الصراع الجزائري المغربي والتضييق على الوجود الأمريكي بالمنطقة. وقد شاهدنا هذا السيناريو بشكل واضح في التدبير الدولي للملف الليبي من خلال المزايدات السياسية ومحاولة نفي الشعب الليبي عن قضايا بلاده. ثم إن السلطات الجزائرية جاهزة للتفاوض مع جهات أجنبية على حساب القارة الإفريقية، ولا تلتزم بأي انتماء عرقي أو ثقافي لهذه القارة، كيف لا؟ وهي تدعم إسبانيا من أجل المحافظة على فرض سلطتها على سبتة وماليلية، وهي الآن تقف مع دول لها تاريخ استعماري لعزل المملكة المغربية عن صحرائها، هذه المملكة التي كانت لها سندا في الفترة الاستعمارية. إن الهوة الفاصلة بين المغرب والجزائر تكمن في مفهوم التجديد من ناحية النخب وأيضا البنية الذهنية. فالجزائر ترعى البوليساريو على حساب الشعب الجزائري لأزيد من 40 سنة. توجت هاته الفترة بثورة شعبية أزاحت الرئيس بوتفليقة وعرت عن فراغ الساحة السياسية من نخب جديدة، فكان عبد المجيد تبون الذي شغل منصب الوزير الأول في حكومة بوتفليقة هو الخلف الكلاسيكي والضامن لاستمرارية نفس الجسد الحاكم. وبهذا تكون الجزائر تدور في حلقة مفرغة وسط جنرالات العسكر الجزائري. جزائر الستينات التي أدركها عام 2021 لم تستطع إحداث أي تجديد في سياستها الداخلية أو سياستها الخارجية، والدليل على هذا هو ما أعلنه وزير خارجية الجزائر في بيانه بخصوص قطع العلاقات مع المغرب، حيث قام بسرد أحداث من زمن الهواري بومدين. وكذلك فعل الرئيس تبون في تبريره لرفض إعادة فتح الحدود، حيث أشار إلى أن قرار الإغلاق جاء من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، في حين قال الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة عيد العرش: لا فخامة الرئيس الجزائري الحالي ولا حتى الرئيس السابق ولا أنا مسؤولين على قرار الإغلاق. وهذه إشارة إلى أن القرارات لا تتعلق بالأشخاص، وإنما بفترات محددة وسط أجواء سياسية لحظية يمكن تجاوزها عبر تغيير المسارات الجيوسياسية. وهذه الفكرة بطبيعة الحال يصعب على الجزائر استيعابها، لأن الأجهزة التي تحكمها تؤمن بشخصنة القرارات السياسية ولا تبادر بالإصلاح المؤسساتي لمواكبة ما يعيشه النظام الدولي من تحول جوهري وبنيوي من داخل المؤسسات. وأخيرا يجب على الجزائر أن تستفيق من حلم لبوليساريو ووهم الريادة الإقليمية، وأن تعي ما أصبح يمثله مغرب اليوم على الصعيدين القاري والعالمي.